ايه اللي يخليني اشتري في سي ار؟ تشتري في سي يارد لانه على مساحه 2000 متر وسط منطقه سكنيه جدا، كثافه سكانيه عاليه، 160 الف نسمه حواليك، 5 مدارس انترناشونال، 7 مساجد و3 مولات طبيه ومحطتين بنزين، غير ان هو خامس نمره من التسعين الشمالي، والاسعار فيه كويسه جدا في القاهره الجديده. احنا بنتكلم ان البيمنت بلان بتدفع لها مقدم 10% بس، وقسط بتوصل لحد 7 سنين، والمتكون من محلات تجاريه وعيادات ومكاتب اداريه. انا دلوقتي كمستثمر اقدر استفيد ازاي من مول سي يارد؟ تعال احسبها لك بالورقه والقلم. لو هنحسب على محل 40 متر تجاري بنتكلم في حوالي 7 مليون السعر، المقدم بتاعه بيكون 700,000، يعني حضرتك هتدفع لي 700,000 وتقسط حوالي 100,000 كل شهر، وهتستلم بعد 3 سنين. عقبال ما تستلم هتكون دفعت تقريبا 4.5 مليون، وهتبتدي تأجر محلك بالفعل. المحل دلوقتي إيجاره بيوصل ل 1750 جنيه للمتر متوسط. بعد 3 سنين سعر المتر هيكون حوالي 2300 جنيه، يعني المحل هيسد اقساطه بعد 3 سنين من الإيجار. وبعد ما تستلم هيكون معاك محل باسمك سعره 7 مليون جنيه من 3 سنين. ما بالك سعره وقتها هيكون كام؟ هيتغير طبعا، لان دلوقتي الاسعار عماله بتعلى، واسعار الدولارات عماله بتعلى، والذهب والمواد البنائيه. طب دلوقتي انا زي ما انت بتقول ان ده استثمار قوي جدا، وان هو واخد لوكيشن قوي جدا في قلب منطقه ساكنه بالفعل. طب انا ايه معلش اللي يضمن لي ان انا اخد في المول ده ويتم انشاؤه فعلا؟ طيب سؤال كويس جدا. ايه اللي يضمن له ان المكان ده يتقام وفعلا يحصل فيه انشاءات؟ اولا الشركه المطوره هي شركه قويه جدا، من اهم الشركات الموجوده حاليا، وليها سابقه اعمال قويه جدا، وتقدر حضرتك تنزل وتشوف، وده اكتر حاجه هتضمن لك على ارض الواقع. غير ان احنا في مول تاني تسليم فوري، وفي مولات في كذا حته، في النرجس والبنفسج ومحور مصطفى كامل واماكن تانيه كتير. يعني انت بتتكلم دلوقتي ان هي شركه ليها سابقه اعمال قوي جدا، وان انا اقدر استفيد من البرايم لوكيشن والاستثمار في نفس الوقت، وان انا كمان هقسط. طب هل في الاقساط عليها فوائد؟ الاقساط كلها بدون فوائد واقساط متساويه، ودي فتره لونش خصم 10% متوفره قليله جدا. فانا بنصح حضرتك ان انت تلحق تستثمر معانا قبل ما الفرصه تضيع عليك. يلا بينا. يلا بينا.